الشعر. الحقيقة بيشرفني نكون معايا أحمد سرحان. هنتكلم معاه عن الشعر، طبعا هنتكلم معاه عن مصطلح الثقافة في الأقاليم أو شعراء الأقاليم، أو التحديد المركزية أو اللامركزية. لغاية إمتى هنفضل نقول شعراء العاصمة وشعراء المركزية وشعراء اللامركزية؟ عايزين نقضي على هذه التصنيفات، لأن الشعر واحد، الثقافة واحدة في أي مكان. شرفني أن يكون معايا أحمد سرحان والحديث أكثر عن مجموعة من القضايا التي تخص هذا الشأن. أهلا بك يا أحمد، صباح اهلا الخير عليك. بحضرتك، صباح النور يا فندم. أحمد، أنت من مواليد 91، محافظة البحيرة، والحقيقة أنت حاصل على مجموعة من الشهادات المهمة جدا: ليسانس شريعة وقانون، معهد حاسب آلي، وأيضا شهادة خبرة في التطبيقات وعلوم الحاسب الآلي، ودراسات في التأهيل التربوي والصحة النفسية، ودورات في التنمية البشرية. هو كل هذه الشهادات والمعادلات العلمية تفيد أحمد سرحان الشاعر، أم أنها تفيد أحمد سرحان الصحفي أيضا؟ تفيد احمد سرحان الانسان في مم. كل حالاته، الصحفي والشاعر والانسان كل حاجه ممكن يتعامل بيها من خلال الشهادات دي، لانها مهمه جدا. لان الشهاده اللي مش هتنفعك النهارده هتفيدك بكره، مم. عمرها ما هتخسرك ابدا. فبالتالي احنا بندعي الناس والشباب خصوصا اننا عاوزين نتعلم، عاوزين نتثقف، عاوزين نكون اقوى من كده بكتير. لان بالثقافه هتقوم الامم وهتنهض ومش هتقل تاني. فاحنا عاوزين نرتقي بنفسنا من باب الجهل لباب العلم والثقافة، لأن العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. أنت اتكلمت في نقطة مهمة جدا، وهي الثقافة، وأنت طبعا من محافظة البحيرة. البحيرة. تقدر تكلمنا أكتر عن الثقافة في الأقاليم؟ هو لسه المصطلح ده دارج، لسه موجود على أرض الواقع، ولا في فعلا خطوات إيجابية لنفي هذا المصطلح؟ هو فعلا الثقافة في الأقاليم بتختلف عن الثقافة في المدن، في القاهرة، في الإسكندرية، في الأماكن الراقية. ولكن هناك بعض المواهب في الأقاليم، مواهب مهمة جدا ومتميزة جدا، ولكن ما فيش فرصة عشان تنمي الموهبة، ما فيش إمكانيات عشان تقدر تظهر الموهبة دي وتثقلها وتوصلها لبر الأمان. فاحنا بنناشد وبننادي الاماكن في الاقاليم او المسؤولين في الاقاليم ان هم يهتموا بالمواهب ويرتقوا بيهم عشان نقدر نتخطى بيهم كل الحدود. ما يقتصرش الثقافة على المدن القاهرة والاسكندرية أو هذه المدن فقط، لأن هناك مواهب كثيرة جدا ويحق أن تحترم ويهتم بها حتى تاخد فرصتها في الحياة وتاخد فرصتها في المجتمع. لأن المواهب ديت لما مش بتلاقي فرصة عشان تاخدها بتترك بتمرض وبتموت، صح. وبتعيش وتموت وتندفن جواها الموهبة. بس نجوم العاصمة هم أصلا من الأقاليم، يعني أصولهم من الأقاليم. أكيد طبعا، أكيد طبعا، ولكن الاحتكاك بالأماكن، بالمركزية الثقافية بيزود من موهبتك وبيزود من تشجيعك وبيحفزك إن أنت توصل أكتر وأكتر. لأن الخطوة اللي بتاخدها وأنت محتك بالأماكن ديت، يعني الخطوة بتاخدها هنا ب10 خطوات طول ما أنت بعيد عن المركزية الثقافية. مم. فبالتالي احنا بندعي الشباب انهم يكتفوا ويتألفوا ويكونوا على ايد رجل واحد وقلب رجل واحد، ونلتف حول مائدة العلم والثقافة والأدب حتى ننهض بمجتمعنا ونصل به إلى بر الأمان. طيب، أنت شاعر بتكتب بالعامية، فعلا وعايزين بقى نسمع منك حاجة. هنسمع قصيدة قريبة مني جدا، وتقريبا قريبة من مئات بل آلاف الشباب في الوقت اللي احنا عايشينه. بتقول: صوت مكتوم جوايا، صوت مكتوم بيصرخ مليون الصوت ماهوش مفهوم ولا داري ايه معناه، عمال بيصرخ كل يوم والدنيا مش سمعاه، والقلب بات مهموم والحزن عاش جواه، على الجبين مرسوم والدمعة مش رحماه، وفي الحياة مفروم وكله بيرمي بلاه، ونهاري كله غيوم وليلي
ملوش مرساه، حتى الهوى مسموم والناس ماهيش لاقياه، والفرح مش بيدوم ولا راضي ياخدني معاه، ومن الحبيب محروم وساكن في قلبي هواه، والحلم بات مهزوم والفكر مل وتاه، ومصير هيجي اليوم واقول لقلبي انساه، ده العقل قام من النوم لما الاله ناداه، قال له لابد تقوم، اصل الحياه مأساة، اصل الحياه مأساة. طبعا جميلة. وهسألك سؤالين. يعني أولا، أنت قصايدك دي بتسمعها للناس فين؟ يعني هل في أماكن في اكيد. البحيرة موجودة؟ هل بتنزل العاصمة؟ والسؤال الثاني، القضية، هل أنت بتكتب على القضايا الآنية اللي هي بتبقى معاشة في الوقت الحالي؟ هو احنا طبعا الاحتكاك بالاماكن الثقافيه من خلال الندوات، خلال المسابقات. بننزل القاهره، بننزل الاسكندريه، بنعمل برضو عندنا في البحيره، في مجلس شعراء وادباء البحيره. فالاحتكاك بالاماكن دي بيرتقي بمستواك الفكري والثقافي والشعري والادبي والعلمي. هم. تمام. كونك ان انت تكتب قصيده، كأحمد بيكتب قصيدة إن هي مستمدة من الواقع، من هم. الشارع المصري، بتلمس قضايا بتمس كل الشارع المصري خصوصا، فبالتالي بتقدم فيها رسالة، مش مجرد بتكتب كلام مترتب موزون حضرتك تسمعه وتسقف لي بعده هم. وتقول لي الله. لا، انا عاوز اوصل رساله من خلال القصيده اللي بقدمها لك، بقدم لك فيها نصيحه، بسلط الضوء على حاجه معينه فيها، بحيث ان انت لما تقرا القصيده او تسمعها مني تستفيد بعد ما تسمعها مني، هم. مش مجرد ان انت تسقف لي وتقول لي جميله او كده. فاحنا دي المهم ان احنا كل شاعر يخلي باله من المكان ده كويس، لان الشعر رساله زيه زي اي رساله في الدنيا، ممكن من خلالها توصل صوتك لاعلى المستويات. طيب، عندك إيه تاني نسمعه؟ عامل حاجة اسمها أنا الجندي. دي لجنود مصر هم. اللي ماتوا واللي ضحوا بأرواحهم فداء مصر. استشهدوا طبعا في سبيل. فربنا يرحمهم جميعا. يا رب. بقول أنا اللي شايل اسم مصر فوق كتافي، هم. ولما تؤمر مصر أمي أجيلها حافي. أنا اللي في عز برد الليل واقف حميكي، وفي عز حر الشمس عرقي بيرويكي. أنا اللي لون علمك مرسوم على جبين، وحبك في قلبي نور في الضلمة بيهديني. أنا الجندي، أنا اللي شايل كفني فوق راسي، ومهما تقسي عمري ما أكون قاسي. طول عمر أنا متربي في خيرك، والنسي ولادك عمري ما بات ناسي. أنا اللي سلاحي مرفوع في وش العادي، يموت الخاين وتعيشي حرة يا بلادي، ونسرك يرفرف في السما عالي، وصوت الحق يفضل ينادي. أنا اللي روحي بقدمها فداكي هدية، لأجل ما يعلى اسمك وتعيشي يا مصر أبية، وبوهب لك كمان كل أولادي، ولو حتى عندي من الولاد 100. أنا الجندي، أنا اللي حامي أرضك على الحدود، بحافظ على شرفك وعلى العهود، بكتب لك بدمي اوعي تشيلي همي، ده حقك فرض عليا ولازم يعود. انا اللي روحي بقدمها فداكي هديه، لاجل ما يعلى اسمك وتعيشي يا مصر أبية، وبوهب لك كمان كل أولادي، ولو حتى عندي من الولاد 100. أنا اللي حبك بيجري جوه في وريدي، وعشقك محفور جوايا ماهوش بإيدي. بحلم يا بلدي أموت فيكي شهيد، وساعتها فعلا هيكون ده يوم عيدي. ما أنا الجندي، أنا الجندي. طبعا احنا كلنا يعني بنقدم التحية لجنود مصر، خير أجناد الأرض، واحنا كلنا جنود لبلدنا، تطلب أكيد تلاقينا في أي وقت. أكيد طبعا. أحمد، عايز أبدأ معاك الحكاية من أولها. يعني أنت شاعر وصحفي. البداية في الأقاليم بتكون إزاي؟ يعني تنمية هذه الموهبة بتكون ملقاة على عاتق البيت، المدرسة؟ يعني إيه الحضانة اللي بتحتضن هذه المواهب في الأقاليم؟ المفروض إن
يكون الموهبة في الأقاليم يحتضنها الجميع، من أول الأسرة والمجتمع والبيت والمكان والبيئة والمكان اللي مولود فيه، عشان يقدر يكون عنده تشجيع وحافز إن هو يكمل بعدين. لما تلاقي الأسرة بتشجعك وبلدك بتشجعك وبيتك بيشجعك، أكيد هيكون عندك حافز قوي إن أنت تكمل. فكون ان انت تمشي في طريق لوحدك كده مش عارف رايح فين ولا جاي منين، فبالتالي هتقع كتير. اللي بيحصل بقى على ارض الواقع في الاقاليم؟ اللي بيحصل ان احنا بنحاول ان احنا نحتك بالاماكن الثقافيه زي مراكز الشباب. لا، البدايه نتكلم على البدايه، من البدايه يعني مين اللي بيرعى المواهب؟ البرع المواهب المفروض ان هي مراكز الشباب، وزاره الشباب والرياضه، الكلام ده، وزاره الشباب والرياضه، مركز الابداع. كل الاماكن دي موجوده في كل مركز وفي كل محافظه. فبالتالي المسؤولين لابد ان هم يركزوا على الحته دي كويس، عشان في مواهب كتير، مواهب كتير ومحتاجه دعم. والدعم مش هيجي غير من المسؤول، مش هيجي من الشعب او من العام. صح، بالظبط. سمع عليك. نسمع. هنقول حاجة رومانسي رغم ان انا مش بكتب رومانسي قد كده. ليه؟ بقول ايوه انت الامل وانت الحياة، انت الجمال لمنتهاه، انت السكن وانت الوطن ومن الهلاك انت النجاة، انت الامان مهما غاب، انت المطر فوق السحاب، انت عمر اللي ابتدى ومن النهارده انا قلبي داب، انت مريم في العفاف، انت خير في سنين عجاف، انت نور في ليل سراب راجع يطوف ساعة الجفاف، انت السلام بين الشعوب، انت الضروع وقت الحروب، انت الدفا وانت الوفا ساعة صفا وقت الغروب، انت السعادة بلون جديد، انت هنا ساكنة الوريد، انت الهنا وانت الأنا في قربك انت بكون سعيد، انت النقط فوق الحروف، انت اللي في رحابك بطوف، انت الإرادة جوا مني بيكي حتى الظروف، انت الدواء وانت الطبيب، انت الهوى وانت الحبيب، خلي شمسك جنبي مني اوعي مرة في يوم تغيب، انت الموسيقى في الأغاني، انت الحقيقة اللي في زماني، انت الطريق اللي اترسم لاجل محجز فيه مكاني، انت روحي لو تروح، انت بلسم للجروح، انت جوه بستاني وردة عطرها دايما يفوح، انت المعاني في القصيدة، انت من نوعك فريدة، انت حالة من الشجن فيها الأماني مش بعيدة، مش الله بعيدة. عليك يعني. طيب احمد، انت بتكتب الحاله اللي انت حاسسها ولا ممكن يطلب منك تكتب عن شيء معين يعني؟ هو الشعر حالة بنعيشها قبل ما نكتبها. مم. تمام. ولما بتكون متأثر بالموضوع بتبدع فيه، غير ان انت تكون متصنع في الكلام. صح. بالإحساس مش بيوصل، الكلام مش بيوصل، فلازم تكون واقعي لحد ما، مم. تعيش القصيدة، تعيش الكلام اللي بتكتبه، يعني بتكتبه بقلبك قبل قلمك يعني. صحيح، بالظبط. صحيح. لكن لو اتكلمنا مثلا على الحالات، انت قلت لي انا ما بكتبش رومانسي كتير، يعني ايه عشان كده بيبقى بقى موقف يعني حصل ولا لا، ايه؟ مش الفكرة، ما هو أنا بقول لك إن أنت بتعيش الحالة قبل ما تكتبها. مم. فأنت ما عشتش حالة الرومانسي دي إلى حد ما، فبالتالي مش هتكتب فيها. ولو كتبت يعني مش بيكون بنفس القوة اللي بتكتب فيها بالحالة اللي أنت عايشها. صح. تمام. صح. فكل ما تعيش الحالة أكتر وكل ما تجربها أكتر، كل ما بتبدع في القصيدة وبتطلع قصيدة جميلة، الناس تسقف بعدها وتقول الله. طبعا يعني، وده كانت التكريمات اكثر دليل على كده. يعني انت اتكرمت من وزير الثقافه حلمي النمنم، ومن تمام. مجلس الكتاب والادباء والمثقفين بجمهوريه مصر العربيه، والمهرجان الادبي لمجلس الشعراء وادباء البحيره، وايضا من وزاره الشباب والرياضه. تمام. التكريمات كانت على القصائد ولا كان على نشاط تاني؟ التكريمات طبعا بتبقى على القصائد، على الشعر، بتخش مسابقات، بتتكرم من المهرجانات. من وزارة الشباب والرياضة اتكرمت سنة 2015، اختاروني كنموذج للأخلاق الحسنة بمحافظة البحيرة. ده كان بعيدا عن الشعر يعني. فكل ما بترتقي وكل ما بتنتقي الموضوع بيكون أسهل،
والنجاح ملوش سقف. صح. نجاح ملوش سقف، واللي عاوز يمشي في طريق النجاح هيلاقيه سهل، واللي مش عاوز يمشي هيلاقيه صعب. يعني كنت بقول كنت بعمل محاضرات تنمية بشرية، فكنت بقول في بعض محاضراتي في حكاية الأمل والهدف لما تحب توصل له، اتبع الخطوات التالية: ثقة بالله، ثقة بالنفس، الإرادة والعزيمة، بعد النظر اللي هو التخطيط المستقبلي. ومثلتها بطالب الثانوية لما بيكون عاوز يجيب مجموع ويخش كلية الطب مثلا، بيذاكر مذاكرة رهيبة، تمام، بس ما عندوش ثقة في نفسه، ما عندوش ثقة بالله. يخلص يلاقي نفسه رغم المذاكرة اللي ذاكرها، المذاكرة الكتير اللي ذاكرها، بيلاقي نفسه مجموع مش اللي هو كان بيحلم بيه خالص، ودخل تجارة. طب ازاي؟ على النقيض بتلاقي طالب ذاكر نص المذاكرة ولكن عنده مشى بالخطوات. اول حاجة ثقة بربنا، ان انا عندي الثقة الكاملة بالله ان انا هوصل للطريق اللي انا عايزه، تمام. الثقة بنفسي، لازم يكون ثقتي بنفسي فوق الوصف، يعني عشان اقدر اروح للمكان اللي انا عايزه وانا مستريح. يعني بيقولوا احلم بالمستحيل حتى تفعل الممكن. الخطوة الثالثة الإرادة والعزيمة، دي حاجة مهمة جدا في وصولك للهدف، تمام. كنت بقول ان النجاح لا يحتاج الى شهادة، النجاح يحتاج الى إرادة، فالإرادة تصنع المعجزات، تمام. يعني طبعا احنا ثقتنا في الله كبيرة جدا، لكن مثلا واحد مذاكر نص مذاكرة هيحصل ازاي على مش مذاكر نص مذاكرة، هو مذاكر بمذاكرة كويسة بس ما أجهدش نفسه بنفس كمية الجهد المبالغ فيه اللي الآخر ذاكره، تمام. ولكن زي ما قلت لك حط الخطوات الأساسية دي في وصوله للهدف وحطها قدامه وركز فيها. أنا بقول في الخطوة الرابعة إن أنت لازم يكون عندك تخطيط لمستقبلك، عندك رؤية، عندك بعد نظر عشان تقدر توصل للهدف وأنت مستريح. يعني بقول إن الهدف، إذا أردت أن تعيش بلا رسالة وبلا هدف فالتراب أولى بك. صح. فلازم يكون عندك كده كمالة عدد زي ما بيقولوا. إيه؟ ما يكونش كمالة عدد. بالظبط. يعني الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله، أستاذي الله يرحمه، في بعض الندوات يعني والمؤتمرات كان بيقول مقولة جميلة جدا: إذا أردت أن تحيا في الزحام بين زحام العاديين ستحيا وتموت عاديا بلا أثر، وإن اخترت القمة فستكون بالتأكيد من أهلها، ليس فقط من أهل قمة الدنيا بل ستملك قمة الآخرة بسمو روحك وأخلاقك، فهذا قرارك، إما القمة وإما القاع. يعني أنت اللي هتختار لنفسك إن أنت ما تعيش زيك زي البشر، بتاكل وتشرب وتنام وتتجوز وتشتغل. طب وبعدين فين رسالتك؟ فين هدفك؟ فين إرادتك؟ فين وفين وفين؟ هتعيش وهتموت وهتخلص حياتك وانت مالكش اي ذكرى في الحياه، مالكش اي وجود، عشت وبت وخلاص. اما اذا حبيت ان انت تكون اقوى من كده، هتكون اقوى باخلاقك وسمو روحك الجميله الباقيه. بالظبط. او في المعتاد يقول لك السيره بالظبط. يعني الرسول الله بيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، الا من ثلاث: صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. نسمع بقى حاجة في نهاية حوارنا. نسمع حاجة في نهاية الحوار. أنا إيه بقى؟ بنقول حاجة في الأمل بقى، يعني اسمها لحظة أمل. امسك قلمك وارسم حلمك، بكرة الحلم هيبقى حقيقة. بص لهرمك وارفع علمك، اوعى تضيع تاني دقيقة. اوعى تقول وانا هعمل ايه، ما انا جربت كتير وفشلت. جرب تاني يا عم البيه، وياك مرة تكون قصرت. امسك قلمك وارسم حالة فيها تطير اشكال والوان. اكتب جوه الحلم مقالة فيها الخير هو العنوان. ارسم شجرة فروعها كتير وكم بالونة وفرع النور. ركب جناح يلا وطير، املى الكون ده فرح وسرور. اضحك يلا كده على الدنيا واكتب فيها كمان مواويل. اسمع منها بس في ثانية وارمي همومها في بطن النيل. انهض يلا كده واتعلم، اصل العلم يا ولد حياة. فكر قبل ما تيجي تتكلم، خليك واثق
كده في الله، خليك واثق أيوة في نفسك، ما تفكرش كتير في الماضي. اخرج يلا كده من يأسك، طهر قلبك خليك راضي. قول للحلم أنا ماسك فيك، هخرج بيك للدنيا بحالها، هفضل برضو أنادي عليك مهما تعدي ليالي بطولها. هات الفكرة بمليون حل، وزع علمك هنا وهناك، إياك تيأس اوعى تمل، تلقى الدنيا بحالها معاك. ارفع راسك أيوة لفوق، إياك مرة في يوم تنداس، جدد قلبك يلا وفوق، امسح بيدك دمع الناس. اسمع كلمة هقولها أخيرة، وقرر بعدها إيه هتكون. لو هتعيش الدنيا في حيرة، خليك يا ابني في المضمون، عيش بالقرآن ويا السنة، وانهج نهج رسول الله. فكر دايما كده في الجنة، هي الحلم وأحلى حياة وأحلى في حياة. جرعة الأمل اللي اداها لنا أحمد سرحان، إحنا بنختم خلاص يومنا النهاردة في يوم جديد. بشكرك جدا يا أحمد. العفو يا فندم، ربنا يخليك، شرف لي. مشاهدينا، انتهى يومنا النهاردة، وبكرة إن شاء الله أمل جديد بيتولد في يوم جديد. إلى اللقاء.